فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا يجوز الخروج عليه. الحاكم الفاسق أو العاصي زين، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الخروج عليه إذا كان مسلما. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وهذا ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني عن الحاكم الفاسق قال يأتي عليكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي زين، تعرفون منهم وتنكرون. واضح أنه يعني انحراف. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أنه بقي مسلما لا يجوز الخروج عليه، وإنما ينصح ويذكر بالله ويدعى له بظهر الغيب إن الله يهديه سبحانه وتعالى. فلا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز الخروج عليه. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القذافي مثلا، والله أنا الذي أميل إليه أن هذا الرجل ليس مسلما. شو صدمت؟ أنت تقول أنه القذافي ليس مسلم؟ ليس مسلما. الآن القذافي هل هو مسلم أو كافر؟ يعني بعض أهل العلم ذكر أنه كافر، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء قديمة أن القذافي كافر، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء قديمة أن القذافي كافر، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء قديمة أن القذافي كافر. يقول هل قتل القذافي جائز؟ على كل حال يعني بالنسبة للقذافي مات وأراح الله المسلمين منه. لا يشك أحد في أنه ظالم وأنه آذى أهل بلده، فالذي يظهر العلم عند الله تبارك أنه ليس بمسلم وأنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فهو معاملته معاملة الأسير الكافر، وهو أنه كافر فبالتالي يجوز لهم قتله، وهو أنه كافر فبالتالي يجوز لهم قتله، وهو أنه كافر فبالتالي يجوز لهم قتله. طالما أنه بقي مسلما لا يجوز الخروج عليه، وإنما ينصح ويذكر بالله ويدعى له بظهر الغيب إن الله يهديه سبحانه وتعالى. فلا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز الخروج عليه، فلا يجوز الخروج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالنسبة لحافظ الأسد أو بشار أو غيره هذا حاكم كافر، وهذا يجب الخروج عليه ويجب عزله. أما بالنسبة لمن يريد أن يذهب إلى الجهاد هناك، فأولا الذي أعرفه بحسب الخبرة من ذهابنا إلى تركيا أو إلى الأردن ولقانا مع الشعب السوري في الكويت أو هناك، يعني بحاجة لمجاهدين من نوع خاص، أهل تخصص، مثلا إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في الدبابات، إنسان متخصص في مثلا عمل يسمونها
خطة عسكرية أو ما شابه ذلك من الأمور، قد يكون احتياجات لأشخاص معينين، يعني تخصصات معينة، لكن عندك باقي أكثر من 15 مليون موجودين الحمد لله ويقاتلون، ما عندهم مشكلة. يعني هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للطعام. أما الذي يذهب إلى هناك ويجاهد في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده إذا مات أن يكون شهيدا، نسأل الله ذلك، وهذا إنما فعل ذلك نصرة لدين الله تبارك وتعالى. عثمان الخميس والثورات، رجل متلون منحرف ملبس، أحيانا يأتي ويقول أنا لا أرى هذه المظاهرات ولا هذه الثورات وهذه فوضى، ويأتي أحيانا أخرى ويشجعها ويؤيدها ويناصرها، بل ويدعو إليها وإلى دعمها. فلنستعرض بعض هذه الوثائق له. أولا هنا ينكر أنه يرى الثورات وأنه يجوز الثورات، ينكر هذا الكلام. ليش ما شاركت في تجمعات ساحة الإرادة؟ أنا لا أعتقد جواز هذه الأشياء، المظاهرات ما تجوز المظاهرات والصخب هذا. واحد عنده شيء يذهب إلى ولي الأمر ويناصح أو من ينوب عنه، طيب يناصحه ويذكره بالله، يبين له الحق من الباطل فيما يعتقد. نعم. أما الفوضى هذه لا أؤيدها أبدا. في هذا المقطع يرى عثمان الخميس أن المظاهرات والثورات والخروج على الحاكم يراه من الفوضى ومن الصخب، ويقول أنا لا أؤيد هذا ولا يعتقد جواز هذا. هذه النقطة الأولى في هذا المقطع. ولكن للأسف هذا الرجل يؤيد هذه المظاهرات، بل ويدعو إليها ويدعو إلى دعمها. فلننظر إلى هذه الوثيقة. اتصل بنا بعض المجاهدين في سوريا من الألوية هناك، لواء كامل قوامه 9000 مقاتل. هذا اللواء اتصل بنا يقول لا نجد طعاما، لا نريد سلاحا، لا نريد ذخيرة، نريد أن نأكل فقط. يقول عندي 9000 مقاتل لا أجد ما أطعمهم إياه، وتكلفة المقاتل الواحد في اليوم يعني نصف دينار تقريبا. يعني تستطيع أن تكفل مقاتلا لمدة شهر ب15 دينار فقط. ب15 دينار تكفل مقاتلا لمدة شهر. فأنا أقول هذا أقل الواجب الذي نقدمه لهم، أن يكفل كل واحد من الحاضرين الآن، ليس الآن أقصد الآن تدفعون، لا الأمر لكم، ولكن أن يكفل كل واحد منكم من الحاضرين على الأقل جنديا واحدا ب15 دينار، يكفله لمدة شهر كامل، يأمن على نفسه من طعامه حتى يستطيع أن يقاتل، حتى يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن بذل أكثر فله عند الله تبارك وتعالى من الأجر. وتأمل كيف يصف هذه الثورة السورية بأنها جهاد في سبيل الله، وليست هي جهاد بل هي إفساد، وقد حصل بها من الفساد ما الله تعالى به عليم، وقد رآه جميع المسلمين. والسبب في هذه الثورة وفي تشريد أكثر من 5 ملايين سوري بين مشرد وقتيل ومفقود هم هؤلاء الشيوخ، شيوخ الفتنة وشيوخ الضلالة، الذين حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم ومن أمثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فقال ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة.